كنت راجعة أنا وجوزي من فرح بنت عمته، والمهم مرضناش نركب توك توك وقلنا نتمشاها شوية، خصوصا إن البيت قريب بتاع ربع ساعة مشي. قلنا نرجع جو الرومانسية شوية ونحكي واتدلع عليه وأنا ماشية. وفي شارع معين كده دايما بيبقى فيه كلاب. ما تيجي نلف من الشارع التاني يا عوض؟ امشي يا ولية. انتي هتخافي ومعاكي عوض ولا ايه؟ امشي عيب. وفضل يحكيلي عن أمجاده في فترة الطفولة، وإن قتل قبل كده كلب، وقتل لوحده ديب سعران كان على أول البلد. وللأسف إخواته وأهله كانوا بيأكدوا لي الكلام ده كل فترة، وده اللي خلانا أطمن وأطوع ونمشي من الشارع. المهم وبدون سابق إنذار في الليلة بنت الكلب دي سمعت صوت خرواش الكلاب من على أول الشارع. يا عوض تعالى نلف من الشارع التاني يخرب بيتك. يلا يا ولية امشي عيب، ده أنا عوض، ده أنا عوض الجن. الجن لما يبقى يفرمك يا بعيد ما يخلي فيك حتة. وفجأة كده ببص على مستوى نظري أيام ما كان عندي نظر، لقيت بتاع فوق 5 كلاب ولا 4 كلاب واقفين على أول الشارع. يا عوض، يا عوض في كلاب كتير. امشي يا بت وما تخافيش، استني كده هنا ثواني وانا هسبقك اهشهم واوريكم هما بيجروا قدام عوض. كأنه رايح يهش دبان ابن الورمة. حبيبي يا سبع يا جملي يا ابو عيالي. ايوه كده ابتديت اطمن. عوض مشي، وبدأ عوض يختفي يختفي يختفي. وفجأة سمعت صوت هوهوة كلاب بقى عالي قوي، وعوض ولا حس ولا خبر. وفجأة لقيت عوض هاجم عليا من بعيد وبيقولي: اجري يا بنت الكلب الكلاب هتاكلنا، اجري رقبوا اللي جاب ابوك الكلاب هتاكلنا. انا سمعت الجملة دي وقعدت اجري وهو كان بيجري. يا عوض الحقني، يا عوض استناني يخرب بيتك. وهو ولا هنا. عوض فص ملح وداب ابن الورمة. وبعد 5 دقايق جري الله يحرقه وصلت البيت وانا بترعش. وبعد ما وصلت البيت لقيته قاعد على الانتريه. استري عليا إلهي ربنا يسترك دنيا واخرة، وطلعلي غيرات عشان انا شكلي اتبليت. ده انا هفضحك فضيحة المتطهر في البلد كلها. صلوا على النبي بقى واعملوا اشتراك ولايك، واللي ضحك من قلبه وريه نفسه بدل ما اسيب كلاب عوض عليه.